ناس نوم. النوم بالليل والله العظيم يا جماعه هديه ربنا اليك. البرد بيتعالج وانت نايم بالليل، جهاز المناعه بيتعالج وانت نايم بالليل، الاولاد الصغيره بتطول وتكبر وهي نايمه بالليل. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. من سعاده الانسان ان ينام بالليل، ومن شقاء وتعاسته ان يسهر بالليل، ومن شقاء وتعاسته ان يسهر بالليل. في هذا الفيديو غادي ندويو على النعاس، على النوم. اشنو هي الاهميه ديال النعاس؟ واش النعاس هو غير واحد الوسيله اللي كنضيعوا فيها الوقت او العكس؟ علاش خاصنا ننعسو؟ واشنو هي الاهميه ديال النعاس؟ اشنو هو الدور ديال النوم في حياه الانسان؟ الا كنتي من الناس اللي ما كيهتموش بالنعاس، الا كنتي من الناس اللي كيسهروا بالليل او اللي ما كينعسوش مزيان، هذا الفيديو مفيد ليك بزاف. كاينه واحد الدراسه كتقول بان الانسان كيمضي ثلث العمر ديالو تقريبا غير في النعاس. فمثلا الا عشتي 80 سنه فهنا راك كتكون مضيتي تقريبا 30 سنه وانت غير ناعس. وهذا دليل على الاهميه ديال النوم او الاهميه ديال النعاس في حياه الانسان. وهذا دليل على ان النوم هو جزء من حياه الانسان. فما يمكنش ليك تعيش بلا نعاس او بلا نوم. تقدر مثلا تبقى 3 ايام او يومين بلا ما تاكل، ولكن ما تقدرش تبقى يومين بلا ما تنعس. ولكن بزاف ديال الناس ما عاطينش اهميه للنوم وما عارفينش اشنو الدور ديالو في حياه الانسان. هذا الشيء علاش قررنا نديروا هذا الفيديو، باش نوضحوا فيه اشنو هي الاهميه ديال النوم وعلاش خاصنا ننعسوا. اشنو هما فوائد النوم؟ في هذا الفيديو غادي ندويو على 8 ديال الفوائد اللي عندها علاقه بالنوم، اللي عندها علاقه بالنعاس. وغادي نبداو بالاولى: تحسين المزاج والتخلص من التوتر. فملي كتنعس مزيان وكتاخذ الوقت الكافي ديالك ديال النعاس، كتكون الحاله المزاجيه ديالك والنفسيه مزيانه وكتدوز النهار ديالك مزيان. وإلا مشيتي تخدم كتخدم وكتدوز النهار ديالك مزيان. عكس الا ما نعستيش، كتكون الحاله المزاجيه ديالك ما مزياناش، كتكون متوتر، كتكون بغيتي غير مع من الضارب وكيدوز النهار عندك كحل. وهذا الشيء كلنا كنعرفوه. فملي كتصبح ما نعستش مزيان وكتمشي تقرا او كتمشي تخدم، النهار عندك ما كيدوزش هو هذاك. دونك الا بغيتي تتخلص من هذا المشكل كيخصك ضروري تاخذ الوقت الكافي ديالك ديال النعاس، وتنعس في الوقت وتفيق في الوقت. الفائده الثانيه: زياده الانتاجيه. فسواء كنتي مقاول او انسان خدام في شي شركه او عند شي حد، فباش يدوز عندك النهار مزيان وتخدم مزيان وتنتج في هذاك النهار مزيان، ضروري خاصك تنعس في الوقت وتفيق في الوقت. ضروري خاصك تنظم ساعات النوم ديالك، ضروري خاصك تنعس وقت كافي، ضروري خاصك تنعس الوقت الكافي والوقت اللي غيكفيك. هذا الشيء كيساعدك باش انك كدوز النهار مزيان وكتزاد الانتاجيه ديالك. عكس الا ما نعستيش مزيان كتنقص الانتاجيه ديالك. ما يمكنش النهار يدوز عندك مزيان او تنتج مزيان الا ما كنتيش ناعس مزيان. وهذه واحد الحاجه اللي انا شخصيا جربتها. فملي ما كتنعسش مزيان فما يمكنش ليك تنتج بنفس الطريقه، ما يمكنش ليك تخدم بنفس الطريقه، حيتاش الجسد ديالك كيكون في حاله غير جيده والحاله النفسيه ديالك كتكون في حاله غير جيده. ثالثا: تقويه الذاكره. النعاس كيقوي الذاكره ديال الانسان. فملي كتاخذ واحد الوقت كافي من النعاس اللي غيكفيك كتكون الذاكره ديالك في حاله جيده. فسواء كنتي خدام في شي اداره او كنتي كتقرا او كدير اي حاجه، المهم الذاكره ديالك كتكون مزيانه والحاله المزاجيه ديالك كيف ما قلنا كتكون مزيانه. فمثلا التلاميذ اللي كيقراو، الا كنتي تلميذ كتقرا وما نعستيش مزيان، فاش كتمشي للمدرسه ما كتركزش مزيان وكتكون عندك صعوبه في الاستيعاب باش انك تستوعب داكشي اللي كتقرا او داكشي اللي كتشوف. دونك باش تحافظ على الذاكره ديالك او باش تخليها في حاله جيده، ضروري خاصك تاخذ الوقت الكافي ديالك في النعاس، وضروري خاصك تنظم ساعات النوم ديالك. رابعا: النوم كيقوي جهاز المناعه. الانسان اللي كينعس مزيان واللي كينعس بانتظام واللي منظم ساعات النوم ديالو وكينعس وكياخذ الوقت الكافي ديالو في النعاس، كترتفع المناعه ديالو وكتكون المناعه عنده قويه بزاف. وانتم كتعرفوا الدور ديال المناعه في جسم الانسان. فملي كتكون المناعه ديالك قويه كيكون الجسم ديالك في حاله جيده وكتحميك من بزاف ديال الامراض ومن بزاف ديال المشاكل الصحيه. دونك باش تقوي المناعه ديالك او باش تحافظ على المناعه ديالك لابد خاصك تنعس مزيان وتنظم اوقات النوم ديالك. سادسا:
تحسين الاداء الرياضي. الا كنتي انسان رياضي لاعب كره قدم ولا كدير اي نوع من الرياضه، خاصك تعرف بان النعاس عنده دور كبير في داكشي اللي كدير. فملي كتنعس مزيان وملي كتاخذ الوقت الكافي ديالك من النعاس وملي كتنظم اوقات النوم ديالك، هادشي كيعاونك باش كتحسن المستوى البدني والرياضي ديالك. فمثلا الرياضيين اللي كيلعبوا الباسكيت او مثلا اللاعبين ديال كره القدم، فراه ما كينعسوش وقت ما بغاو وكيفيقوا وقت ما بغاو، لا، عندهم واحد الوقت اللي كينعسوا فيه وعندهم وقت اللي كيفيقوا فيه، وضروري خاصهم ينعسوا مزيان. وإلا اللاعب ديال كره القدم مثلا ما نعسش مزيان ما كيكونش في المستوى ديالو وكيفقد الاداء ديالو. ضروري كيخصو ينعس مزيان وضروري كيخصو ياخذ الوقت الكافي ديالو في النعاس الا بغى يحافظ على الاداء ديالو او اللياقه البدنيه ديالو. فلهذا سواء كنتي رياضي او غير رياضي، باش تحافظ على الرشاقه ديال الجسم ديالك وتخلص من الخمول الجسدي وتشعر بواحد الرشاقه في الجسم ديالك، ضروري خاصك تنظم اوقات النوم ديالك وتبقى تنعس بكري وتنعس مزيان. ولكن باقي واحد الحاجه، باقي واحد السؤال اللي كيدور دابا في الاذهان ديالكم، اللي هو كيفاش نحصلوا على هذه الفوائد؟ واش يكفي اننا نعسوا مزيان وغنحصلوا على هذه الفوائد؟ الصراحه الا بغيتي تحصل على الفوائد ديال النوم كيخصك اولا تنعس بالطريقه الصحيحه. وباش نذكر لك كيفاش تنعس بالطريقه الصحيحه، هذا الشيء غيحتاج بزاف ديال الوقت، لان كاينين بزاف ديال المعلومات وكاين بزاف ما يتقال في هذا الموضوع. فإلا بغيت نذكر لك كاع التعليمات او كاع المعلومات، هذا الشيء غيجيك صعيب باش تطبقه وغادي تولي داير بالناقص. فلهذا غادي نكتفيو بواحد 3 ديال النصائح اللي غادي تتعلم بهم كيفاش تنعس مزيان. اول نصيحه هو قبل ما تنعس تقريبا ساعه غادي تحاول تبعد على الاجهزه الالكترونيه او كاع الشاشات، التلفازه، التليفون، البيسي، المهم اي شاشه غتحاول تبعد منها قبل ما تنعس تقريبا بساعه، اي غتبعد على الاشعه الزرقاء قبل ما تنعس. ثانيا غتنظم واحد الوقيته اللي غتبقى تنعس فيها، تقريبا 10 11 نوض تنعس، الله يجعل البركه. ثالثا شحال غادي ننعس ديال الوقت؟ الوقت صراحه كيختلف من شخص لاخر، داكشي على حسب العمر وعلى حسب كل انسان كيفاش داير. فمثلا انا كنعس 6 ديال السوايع كتكفيني، ولكن شخص اخر تقريبا غيحتاج 8 السوايع، شخص اخر غيحتاج 10 ديال السوايع. داكشي المده الزمنيه في النعاس كتختلف من شخص لاخر. فلهذا غادي نقول لك نعس الوقت اللي غيكفيك وخذ لك الوقت اللي كتشوف انه مناسب ليك. ثالثا هذا الوقت اللي غتنعس كيخصو يكون بالليل وماشي بالنهار، لان الله سبحانه وتعالى دار لنا النعس بالليل وماشي بالنهار. الفوائد اللي غادي تاخذها من النعاس في الليل ماشي هي الفوائد اللي غادي تاخذها من النعاس في النهار. شو الفرق بين النوم النهار ونوم الليل؟ في فرق كبير، وهذا سؤال كتير لذيذ. يعني جودة النوم تختلف. في كتير دراسات علمية، خاصة هرمون الميلاتونين الذي يفرز عادة بالليل، واضطراب في هرمون الكورتيزون اللي كمان يفرز في الصباح الباكر. اضطراب الافراز هالهرمونات واضطراب مراحل النوم يؤدي لجودة النوم في الليل تختلف عن جودة النوم في النهار. فأنا ممكن أنام 6 ساعات من 10 مساء ل4 صباحا وأشعر بانتعاش، ممكن أنام 6 ساعات من 10 صباحا ل4 بعد الظهر ما أشعر بنصف سبحان الشعور. الله. وحتى لهنا كيسالي هذا الفيديو هذا اللي تكلمنا فيه على النعاس، على أهمية النوم، علاش خاصنا ننعسوا وعلاش خاصنا ننعسوا بالطريقة الصحيحة. كنتمنى هذا الفيديو يفيدكم، كنتمنى تستفدوا من هذا الفيديو وتطبقوا داكشي اللي فيه وتلقاو نتائج ان شاء الله. الى عجبك هذا المحتوى هذا ما تنساش تدعموه بالتفاعل وبالاشتراك، وما تنساش. نشوفك في الفيديو الجاي.